صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبي هنا بدينا بريقنا الصباحي من جبن عرب، كعك، فطائر والشاي، والحمد لله والشكر، حتى نبلش بالغداء وروتيننا اليومي. هنا اليوم راح أسوي لكم مرقة الدجاج المحدثة. هاي أول مرة أسويها. احنا دائما نسوي الدجاج يو تشريب احمر يو اصفر يو تقلى. هالمرة غيرت بالطبخة مال الدجاج. هنا حبايبي حمست البصل وضفت عليه جزر، سويت على شكل اقراص بهذا الشكل، وراح اضيف له الدجاج احمسه وياه واخلي التوابل عليه. والله بنها طلع طعمها كلش طيب، جربوا هاي الطريقة. وخليت عليه بالليمون أقراص وقطعة من الماجي حتى ما يصير مالح حيل، لأن أنا ضفت له ملح. هنا خليت له البهارات، كركم وكاري وسبع بهار خليت له، طلع طعمه كلش طيب. أنا هاي أول مرة أسويها الأكلة، وسويت وياها تمن بالشعرية. هاي الطريقة أظل أحمس بالدجاج والخضروات اللي خليتها. هنا خليت هو الكركم والكاري والسبع بهار. ورا ما حماس ضفت له هاي الكاسة من اللبن خليتها عليه. هي طريقة هاي المرقة بالزبادي. أنا ما كان عندي متوفر زبادي، متوفر عندي هاي اللبن القائم، أعتقد ما أعرف والله اسمه. المهم هي بالزبادي تكون أعتقد أطيب، بس هذا والله طلع كلش طعمها طيب. هنا راح أضيف لها المي وأخليها تستوي. هنا بديت أسوي بالتمن بالشعرية. سويت كبس، لأن أحمس الشعرية بالبداية وبعدين أضيف التمن عليه. يعني ما أحمس الشعرية على جهة وأضيفها على التمن، لا، هاي تكون أسهل طريقة. نحمس الشعرية وبعدين نضيف عليها التمن والمي والملح. هاي طريقة الكبس مال التمن بالشعرية. هنا ضفت عليه الملح على التمن وراح أتركه يتهدر. بهاي الطريقة صبيت الأكل، التمن وهاي المرقة والمقبلات والرقي، والحمد لله والشكر على هاي النعمة. جربوها بنات، والله كلش طيب طعمها، لأن أنا أول مرة أسويها. هنا حبايبي سويت طرشي أحمر. هنا ثرمت الشلغم واللهانة والقرنابيط والشونذر، وخليت مي وملح بالجدر. خلي المي يفور وأضيف عليه المواد، وبعدين أبرده وأخليه بصينية، وبعدين أضيفه بالسطلة وأضيف عليه المي والملح وخل أبيض. طلع طعمه كلش طيب. يعني المواد شوي المقرمشة، يعني ما ستوته حيل بنات، لسه ستوه حيل ترى يطلع مو طيب، ينمرد. هنا هذه خليتها بالصينية على مود يبرد، بعدين أضيفه بالسطلة.
هنا الشوندر ورا مسلكته، هنا خليته بهاي السطلة بهذا الشكل، وخليت الملح بالمي مال الشوندر، وراح اضيف الخل اول مرة، وبعدين اضيف المي مال الشوندر عليه. تركته تقريبا 3 ايام او 4 ايام يعني، واستخدمناه طلع طعمه كلش طيب. انا هاي الطريقة دائما اسويها بنات. اكو ما يسلقوه، انا لا سلقته يعني مو حيل، يعني مو ينمرد يطلع مو طيب بعدين، يعني تقريبا اقل يعني هيك 5 دقايق 6 دقايق يبقى على النار. كل يعني وجبة من الشلغم الشوندر او اللهانة او القرنابيط، بعدين اخليه يبرد واضيفه، واخليه اخلي عليه كيس نايلون واغطيه واعوفه. استخدمناه تقريبا ورا 4 ايام. هذا طلع الشكل مالته طلع كلش طيب، والحموضة مالته لا حيل حامضة ولا حيل يعني ولا مالحة، يعني طيبة الحموضة مالته والملوحة كلش طيبة، مجرد بس خل أبيض ضفت عليه. هنا حبايبي هنا جتنا فقرة العشاء، سويت كبة مال تمن عنبر سويتها، نضفت عليه الكركم والكاري والبصرة مطحونة، غير ذني ما ضفت أي شي على حشوة الكبة. هاي ورا ما حمس اللحم والبصل ضفت عليه التوابل بس. بنات ما خليت أي زيت بالحشوة، ما خليت، لأن اللحم كان بيه شوية شحم، يعني هو ذب دهن. أنا دائما أسوي الكبة مال التمن أسويها بتمن عنبر، كلش طيب طعمها. أنا بهاي الطريقة لفيتها. يعني سوينا منها وجبة للعشاء، والباقي خليته بالمجمدة، لأن وي الكبة يعني سويت أصابع بالجبن، يعني سويت يعني فنجر. حبايبي لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، يعني حتى يصعد الفيديو لايكات، أهم شي اللايكات. هنا بديت أقلب الفنجر، هذا الفنجر كلش طيب، هذا التركي على ما أعتقد اسمه مرسين، أي مرسين اسمه، كلش طيب. هنا هاي أصابع الجبن قليتها، هاي جاهزة يعني اشتريتها، بس أنا قليتها بالبيت. البورق، الفنجر، المقبلات، الكبة، وخير من الله. هنا حبايبي رحنا زيارة الموسى بن جعفر عليه السلام، جورينا عزمتنا، رحنا وياها، وكانت الزيارة كلش حلوة، وصادفت وفاة الزهراء عليه السلام، والأجواء كانت حلوة، ومواكب وتوزيعات كان بنفس الوقت. ودعينا لكم، الله يعطيكم مرادكم ومرادنا. ما رجعنا اشترينا بعض الشغلات، يعني تعرفون اللي واحد يروح زيارة ما يرجع فارغ. بس كان يعني بيومها كان شوية ازدحام بالزيارة، حيل ازدحام،
يعني مثل ما قلت لكم كانت وفاة فاطمة الزهراء عليه السلام. هنا رجعنا تعشينا بهذا المطعم، بس أنا صورت لكم العشاء بس ما أعرف الفيديو ماكو ما لقيته. ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع ألف سلامة حبايب قلبي.